السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة وراحة بال. ونبدي الفيديو مالتنا بالصلاة على محمد وآل بيت محمد. مشتاقة لكم كوم بنات. هواي بنات طبولي ويسألون علي معلقة ماكو فدوا أروح لكم. والله بعد تعرفون امتحانات وملتهية هاي الفترة. انتم متعودين علي أغط وأرجع لكم. طبعا عندي هذا الفيديو قديم من أيام رمضان. هنا كان الفجر. طبعا هذا صادف بيوم جيت أهلي أمي وخواتي من إيران. نظفت البيت وبخرته وحضرت ملابسي وكل شي سويت. طبعا من أنظف إذا ما أطفي الأضوية هيجي وأخلي في الضوء بسيط ما أحس نفسي منظفة. بعد أحب هيجي أجواء. بخرت غرفتي وكل شي جهزت، ما عندي شي. وهاي أنا هنا جهزت وأسلم عليكم. شلوني؟ قلولي حلوة طالعة. شلون هالدراعة مالتي؟ طبعا هاي الدراعة باله بس جديد. اشتريتها من العشار شارع عبد الله بن علي من ازياء رعد. جوا تدخلون كلش بنهاية السوق تلقونه. هواي عنده فساتين او عبي اسلامية، هواي شغلات عنده حلوة. هاي خذيتها ب20. تريقنا والحمد لله والشكر ووصلوا اهلي، وكان بدي انه هيك انزل لكم الفيديو انه شلون كان اللقاء مالتنا وشلون التقينا. بس بعد تعرفون كلها مثلا انا ما لابسه حجاب والصور طالعه. على العموم تريقنا والحمد لله والشكر ونمنا وارتاحينا. طبعا اهلي عليهم افطار يعني ما صايمين. بس انا جهزت فطور مجهزه من الليل. عندي متبله الدجاج راح اشويه بتنور الطين، وهنا بديت اعجن القيامات وكل من كاد له شغله ويشتغل. ارحب بمتابعاتي الجدد واقول لهم اهلا وسهلا، تشرفت بيكم ونورتوني، وان شاء الله تكبر القناه بيكم اكثر واكثر. اذا وصلتوا لهنا بنات لا تنسوني بلايك وتعليق حلو من عندكم حتى يصعد الفيديو. طبعا جدا ممنونة لذاك الفيديو. نسبة المشاهدة مالته كلش عالية. اكو واحدة من المتابعات كاتبت لي ام علاوي من تردين تسوين تنظيف عميق للبيت. هنا شلون راح مثلا الغداء او شلون هيك راح يصير عليك الروتين ثقيل؟ شوفي حبيبتي، من نريد نسوي تنظيف او روتين للبيت انه نكون احنا مجهزين لنا اكله. مثلا لافت لك دولمة قبلها بيوم، حتى قاعدين بس تذبينها على الطباخ، او مثلا عندك شي بالمجمدة مثلا مرقة بايتة وطبخين وياها فتمن او فتشريبة تحمينها. مرات تمن عدس وروبة للاستعجال وهيجي، وهكذا ونخلص اليوم. شلونكم بنات بالامتحانات؟ اكيد هسه كلها لاهية وكلها جاي تدرس اولادها وبناتها، والله ينجح الجميع ان شاء الله يا رب، والتوفيق والنجاح الدائم الهم. واكو بنية هم سألتني انت يا مواليد، طبعا متابعة جديدة اقولها اهلا وسهلا بيك. انا مواليد 1993، متزوجة، ام الاربع اولاد، 2 بنات و2 ولد. اسمي براء ام علاوي من محافظة البصرة، ربة بيت. وها هي بنات. ماكو شي جديد اضيفه. طبعا عندي كومة فيديوهات مصورتها من ايام رمضان وكلها ما منتجة وكلها ما نازلة، وما اعرف شنو، ما اعرف والله بنات ما ادري شنو ايش بيه. من ارد اكض التليفون وامنتج ما اعرف شنو، اكو احس اكو فد هيجي كاظمي. رغم انه اصور يعني دائما اكض التليفون واصور، بس من اجي من مونتاج هنا انا ما اعرف. احس نفسي الكلام كله يطير، الحكي كله يتبخر. ما ادري. طبعا اكو تعليق هو قديم، فيديو من الفيديوهات القديمة حبيت اعلق عليه. من كنا قاعدين نشرب شاي انا وعمتي وابو علاوي بيوم الصبور، وابو علاوي قاعد يسولف. وهاي وحده كاتبت لي ادري هو هسه ابو علاوي يتمويع بكلامه، هو شروقي. حبيبتي هذا الشروقي الما عاجبك يعني ما اعرف شو اقول لك. اول شيء هو ما يتموع بكلامه، يعني هو على كلام احنا بالاخص كل احنا على طبيعتنا يعني. والبنات يعرفوني ويعرفون طبيعتي ويعرفون هذا كلامي يعني، وهذا مو شيء جديد علي. وابو علاوي نفس الحاله. وخصوصا الرجال ما يتموع، هو كلامه واحد يعني. يعني هسه الرجال ما يريد ينعم صوته او يريد يخشن صوته، شنو اصلا هي الرجوله؟ انه الرجال صوته خشن، هاي احنا منتهين منها. وعيب كلمه الشروقي، لان هو الشروقي مو عار حتى انت تقولين شروقي. انا ما اريد اسوي مثلا نقول طائفيه وفتنه، كل احنا بلد واحد وكل احنا واحد يحب الثاني ان شاء الله. بس اكو نفوس مريضه ما تحب الناس مصافين، ما تحب الوضع يهدأ، لازم يكون واحد يبخله سم يدب له كلمة.
على العموم بس حبيت أجاوبك. عندي هنا الجيمات بنات أضيف لها روبة زبادي، وأضيف لها كشور البرتقال، أبرشهم ناعم وأعصر البرتقالة، ينطيها في الطعام كلش حلو. جربوها بنات وشوفوا. الشيرة لازم تكون باردة وثخينة عندنا. ومن تقلين اللقيمات تكون النار عندك ناصية، يعني مو النار عالية وتجين تقلينها بحيث تكسب من فوق وتظل بطنها يصير عجين. يرادلها نار هادئة وتقليب مستمر، يعني يكون تقلبين بيها باستمرار، هنا راح تكسب وياك. شوفوا القوام مالتها، هذا القوام اريده مثل قوام الكيكة وشوي اثخن همين. هسه هناك جهزت عندي، راح اخليها تختمر. هاي الحركة ضروري نسويها حتى ندخل الهواء بيها وتصير العجينة مطاطية عندنا. راح اخليها تختمر. وهنا رحت احضر الحطب حتى هني الله يجمر. طبعا اكو بنية كاتبة بيش الساعة انه تبلشين تبدين الغدا مالتك. شوفوا بنات، انا اكذب عليكم اذا اقولكم انه انا اقعد من الصبح، وهاي مو دائما، يعني مرات مثلا اقعد نشيطة ما عندي شيء اقعد الصبح، وحلوة قعدة الصبح، انا سبق وان ذاكرتها ماكو مثلها، خير وبركة. اي والله، فانا مرات لا والله اقعد ب11، مرات اقعد ب12، بس انا شنو البيت يعني على ايدي. مثلا بالليل احنا نكفكف نرتب، العفو، نكفكف نرتب، يعني ما ابقى شيء. مثلا مواعين اغسلهن، ملابس اغسل دائما، يعني مثل ما تقول نمشي ونلقط. فاكيد البيت يبقى نظيف وعادي، وثاني يوم نفس الحاله، الروتين هو يرجع. وهنا امي جايه شو نقول احنا، تحش الخضره. تقص الخضره، بس هنا لقيتها مشيبه ظلت تحكي علي. قالت هواي صار لك ما يعني شايلتها. صدق انا من زرعتها لحد ما اجت امي، هي يلا هي احنا من زرعناها ايام كانت امي موجوده، يعني هي زرعتها وياي. هسه ماكو، كلها ما تاب، لازم هسه اعمر الحديقه من جديد وكلها ازرعها. حلو جو العصريه والحمام. طبعا انا مفتقده لهيك جو، انه امي وخواتي، وخصوصا انه هاي اول مره نجتمع انا وخواتي سويه، وان شاء الله مو اخر مره. والتنور على اساس شغلته، جيت لقيته طافي، هسه شغلته مره ثانيه. وهنا البنات خواتي جاي يصورن ستوريات للانستا وهيك شي. المهم التصوير برعايتهم، بحيث ما شاء الله مطلعاتني. على العموم شغلنا التنور وبدينا نسوي الحلويات، وسويت هنا عندي باذنجانيه كان ابو علاوي يريد، فجاي اقلي بالمواد. عندي هنا مرقة الفاصوليا همين سويتها وياها لحم، والدجاج متبلته من قبلها بيوم. شوفوا لي شكله شلون صار. ما احكي لكم الريحة مالته، وما بي اي زفرة، والطعم يجنن وبسرعة يستوي. اكيد هنا مساعدة ابو علاوي لازم يسويهن بالسيامة ويضبضبهن حتى لا توقع بالتنور. مالكم علاقة بهاي الاصوات اللي جاي تسمعوها، هاي عبوسي. لا حد يقول ايش دام سويت لك دجاجات، لان احنا ما شاء الله عائلة، يعني امي وخواتي 5 نفرات، ويا اخوي 6 نفرات، غير احنا همين 5 نفرات بالبيت، فيا دوب اصلا يكفلنا، والحمد لله والشكر، خير وبركة. همتكم وياي بنات، يا ريت القناة مثلا ترسلونها اصدقائكم، خواتكم، معارفكم، اريدها تصعد ان شاء الله حتى نصير 15,000 مشترك، ما باقي شي ان شاء الله 100 وكسور. فهمتكم وياي حبايبي انتم. هذا الصليب. هاي ما اعرف شلون يسوي هنا بعدها وهيك بالسيم، ويسوين حتى تقعد الدجاجة بيها. طبعا يظلن بالتنور تقريبا ساعة ونص، فوق الساعة ونص. احنا هنا عندنا دجاجات كبار، يعني تقريبا ساعتين. وطلعت جدر اكبر من الجدر اللي انا اطبخ بيه تمن. عندي جدر جديد همين ثقبته وسويته للتنور. اكو بنية يعني كاتبت لي الجدر ما يساعد على الاكل. حبيبتي هو اللي يطبخ بالتنور الطين او بالحطب، هيك تكون الاماعين، هيك تصير يعني. هو ليش الناس تحبها؟ لان يصير بيها طعم نكهة. فالجدر جديد راح اطلعه وشوفوا شنو صار بيه. اكو بنات كاتبات لي حطي له
طين وهيك شي، بس بعد راحت عن بالي الصراحة. انا اصلا التنور كله مشلع، فكله يرى له تبدي. شوفوا هذا الجدر بنات، والله جديد يعني، بعده بلمعته، يمكن طابخه بيه مرة او مرتين يعني، ضامته مال عزايم. شوفوا حتى اللزقة بعدها. نزلت الجدر جوا، ونزلنا الدجاج وغطيناه، وراح نجيب بطانية ناقعة ماي ونغطيها فوق ونخليه مدة ساعتين، يلا نفتحها. طبعا التصوير برعاية البنات، مصورات أعوج. المهم حضرنا الجيمات، وهنا الجيمات مو سود بنات، التصوير مالت التليفون الألوان صايرة عندي طوخ، هسه عدلتها يعني. فالجوزي يطلع جوزي طوخ كلش، البرتقالي يطلع كلش برتقالي طوخ. وبدينا نحضر الفطور مالتنا، ونعمة وخير وبركة. خطية أمي جاي تحضر، الله ينطيها الصحة والعافية يا رب. هسه نروح نشوف دجاجاتنا شنو صار بيهن. هاي بنات ننقعها ماي ونخليها فوق، يعني مو هي يابسة تحترق. شوفولي الجمال، شوفولي المنظر. نقدر بنات نفس التتبيلة ونفس الشي، وعادي بالفرن بالأوفن نشويها، أو حتى بتنور الغاز واحد يخليها وينص النار يفترها كلش، همين تطلع عندنا نفس النتيجة. طبعا الجدر مالت التمة كلش ثقيل. هسه ناخذهن ونروح نصب الفطور. احنا هذا علاوي اخوي. ابو علاوي جاب الكتر يفلت السيامة. الجدر كلش حار وكلش تبهدلت. ما عرفت شو اسوي. المفروض انا كان ما قالبته يعني، كان صبيت هيجي بالماعين، فقسمته قلبته بالصينية، وبعدين قلبته رجعته بالجدر. المهم دبرنا الامور، قسمته صينيتين، سويته صينيتين وخليته. شوفوا الجدر شنو صار اسود. ما احكي لكم ريحة التمن والطعم واحد عراق الصراحة، والله مو مجاملة يعني، أطيب من المطاعم اللي نجيبه. ليش؟ لأن نظيف وعلى إيدنا، يعني السلعة أنتي مداريتها بإيدك. أنا المندي والتمن مالت المطاعم كلش ما أحبه صراحة يعني أحب البيتزا وشغلات الكريسبي وهاي، بس التمن والمندي ما أحبه من برا. هنا بديت أرجع حتى أقسمه صينيتين. وهذا فطورنا، ونعمة وخير وبركة الله يدومها علينا يا رب. خلصنا فطورنا وطلعنا شوية نتمشى، ورحنا للمدينة نغير جو، بما انه البنات ما شايفات البصرة، هاي اول مرة يجولها. رحنا للمدينة، وكانت المدينة بوقتها فارغة، كان بيها ترميم وهيك شي صيانة، فما تأخرنا، بقينا شوية وطلعنا. لأن حتى كان بيها لا المطاعم لا شي، حتى الألعاب نصها مسدودة. فشوية بقينا وطلعنا، رحنا تمشينا على الكورنيش ورجعنا للبيت. هنا ما احكي لكم صار موقف. اكو بنية ظلت تبكي، اكو بنية ضربتها، يعني بنية كبيرة ضربت لها طفلة، وظلت خطية تبكي واهلها ما موجودين. هنا ما احكي لكم امي قامت من مكانها وراحت لها. فكل احنا انقهرنا. المهم خذينا البنية ورحنا ندور على اهلها وين، منا لحد ما لقينا امها وابوها قاعدين، وديناها الهم. وهنا رحنا للكورنيش نتمشى، اشترينا نبوك
يعني عصاير هيك شي، ورجعنا للبيت. كان الجو كلش حلو. وهذا الأوتفت لو أنا غلطانة. سكتوا غلسوا على الألسات، غلسوا. أنا من عشاق الكابوي، يعني أحب الكابوي، خصوصا إحنا جيل التسعينات نحب الكابوي. هاي هنا أمي راحت لهاي الطفلة خطية تبكي، وكل إحنا قلنا لها، متنا قهر عليها، لأن ما شاء الله حطتها ونامت فوقها بنص المدينة. والله ما أعرف أكو بشر هيجي، لا خلقة ولا أخلاق، حشا السامع. هنا أمي صيح عليها، ليه ضربتيها؟ ذيش تقولها بكيفي. اللي يريد يشوف ام علاوي يشوف امي، يعني انا اشبه امي. كلش اشبهه. عادي، يجوز مرور الوقت، يجوز بالايام الجايه يجوز اظهر لكم هيك واطلع عليكم طلتي البهيه. وهنا اختي هم قامت لها، هم قامت تشوفها، ما شاء الله الفزعه العراقيه وين ما تروح. بس انا عتبي على الام، انتي شلون عايفة بحتها بالمدينه ورايحه؟ يعني هي طفله صغيرونه، اجى احد خذها وطلع. على العموم، الله يهدي الناس. وهنا شط العرب، ما أجمل شط العرب بالليل يخبط. يجي تاخذ لك ترمز مال قهوة، تاخذ لك كيس مال حب، وتروح تفرش هناك وتقعد وتذب همومك كلها هناك. ومع ألف سلامة، باي باي بنات.